السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قصة مغربية جديدة اللي مليحة بالإثارة. قصتي صعيبة شوية، ما كنتش باغي ندوي عليها، ولكن فاش شفت الناس دازوا في هذه القناة المحترمة قررت باش نحكيها لكم ونخليكم تفهموا بلا أي قصة دازت سوا بانت لك كذوب ولا حامضة ولا ما فيهاش الرعب كيف ما انتظرتي، راه فعلا حقيقية ومولاها اللي حاس بها. وانت براسك بالليل فاش كتسمع غير التقرقيب في الدار راه كتبدا ترعد كامل، وإلا جيتي عاودتي لينا غادي نضحكوا عليك. ارتقوا في القاع مزدحم، انا عايش مع اختي وخويا والوليده ديالي. دازت عليا شي سنوات ديال البطاله تسبات ليا في الاكتئاب والضيق وليت معصب على والو، خصوصا تربيت في واحد الجو مكهرب. الوالد ديما جاي سكران وكيضربنا وكيسلخنا واخا ما دايرين والو، وكنقراو مزيان وكيتعدى على الوالده ومشوانه ديما مع الجيران. المهم الوالده صبرات حتى عيات وطلقت منه وبقينا عايشين بلا به. كنتوحشو كنمشيو نشوفوه ونسول فيه، ما علينا. انا قريت ودابا مجاز في الاقتصاد، وكنت عييت ما نقلب في شي خدمه من غير اللي فيهم الربا ووالو. انا كنت كنعرف واحد البنت في الدرب كتسكن ورانا، هي زوينه بزاف، ولاد الدرب كيتمناوها كاملين، ولكن هي اختارتني انا لدرجه صيفطات مع اختي ورقه فيها نمره التليفون ديالها. تما فين بدات علاقتي بها، دوزت معها 3 سنين وكنت كنبغيها حتى انا حيتاش كتحترمني وكنحترمها، ولدرجه داك الحب اللي كان بيناتنا كنبقاو ندويو وما كنحسوش بالوقت كيدوز، وعمرني ضحكت عليها. غير شديت الاجازه ونتشومر وراها وجاني الاكتئاب وما بقيتش كنقدر نخرج نشوفها، وكنقطع عليها التليفون وكنتجاهلها. وانا ماشي لخاطري، واخا هي بغاتني بلا فلوسي بلا والو، ولكن كنت كنحس براسي انسان فاشل وما درت والو في حياتي، وكنقول واخا نعيا ما نشرح ليها ما غادي تفهم والو. واحد الليله كانت شتا خيط من السما، خرجت للبالكو واش ندخل حوايجي اللي سردو، تلقاها واقفه وكتشير ليا بيديها وكتقول لي نزل عافاك، وانا تزيرت كندير ليها بالاشاره راه شتا، وهي كدير ايدها في فما وكتقول عافاك، وانا نقول لها اوكي انا نازل. هادشي شي 3 شهور ما تشوفنا. نزلت ما لقيت حتى واحد، هزيت التليفون ديالي صونيت عليها جاوباتني، قلت لها فينك؟ قالت لي كيفاش نزلتيني في هاد الشتا وكتفلي عليا فينك؟ وهي تقول لي غدا نشوفك، دابا ما نقدرش ننزل عندك مشى الحال. قلت لها واش لابسه دابا بيجاما في نديه؟ قالت لي يا ناري باش عرفتي؟ قلت لها الطرب هريش ما عنديش معاه. قطعت عليها، بقات كتصوني شي 20 خطره، طفيت التليفون صافي حيتاش كنت معصب ديجا. رجعت دخلت حوايجي درتهم في الماريو، شويه بديت كنسمع الصوت ديال اعز صديق ديالي سميتو عماد تيقول في الدرب عصام حضي راسك اخويا عزيز بزاف. طليت من الشرجم كيبان ليا غادي، صفرت عليه دار شاف فيا ودار بيدو او ودني منك ومخنزر فيا. هزيت التليفون في البلاصه صنيت عليه جاوبني خوه. قلت لي واش عماد ما داش مع التليفون؟ قال لي لا هوا في الدوش يخرج نقول ليه اتصل بك. وحق الله حتى شدتني الدوخه وانا نمشي بغيت برك مع الوالده كنتفرجوا باش نسي هادشي اللي شفت. صون عليا قلت لي اش مالك؟ قلت لي هذيك الهضره. قال لي والله ما خرجت اليوم كاع. صافي وانا نبدا نترعد كلي. قالت لي الوالده نوض لبس شي حاجه رد راك البرد. جيت للبيت سديت عليا يلا غادي نحط راسي وهما يتصمكوا لي ودني، وبدا كنسمع الزن في ودني وبدا قلبي كيضرب بجهد والحمي فيتهز وكيتحط وعيني ولا فيهم الضباب ما بقى كيبان ليا والو، وتفلت على ديك اللافه ديك اللحظه. بقيت شي ربع ساعه هكاك، فاش حليت عيني كتبان ليا الوالده كتضحك عليا وكنبغي نوض عندها كنبكي باش نعنقها، كتدفعني وكتقول لي برك لمك الارض اش كتسحب راسك؟ وانا نقول لها امي راه فيا الموت انا ولدك عصام. كتقول لي انت ولدي انت مسكين، وكتضحك واحد شويه. جات اختي الصغيره جابت كرسي وهي تصرفقه الوالده بجهد، وما عمر الوالده ضرباتنا. اختي ما بكات ما والو، حضرات راسها وخرجات. وانا نقول لها مالك علاش كديري لينا هكا؟ وهي تقول لي باباكم كان عابر عليكم وانا اللي كنت كنحرشوا عليكم، نتوما سلعه ناقصه، هو كرهني بسببكم نتوما. وهي تبرك في الكرسي ودارت رجل فوق رجل وقالت لي اسمع نقول لك انا ماشي امك. وهي تهز سرواله وانا نغمض عيني. قالت لي نوض اجي بوسني كيف ما كان كيدير باباك. بديت كنغوت وكنقول لها امي هادشي والله تنتنحر، وهي تنوض كتجري وبدات كتضردك في البيت وكتحير، وانا نبدا نشوف بنص عين كيبان لي وجهها احمر وفيه الشعر بزاف. شويه كنحس بشي واحد تيقول لي غصام مالك؟ شفت فيه لقيته خويا عنقته، شعل الضو لقيت راسي ضربت الوالده ودفعتها مع الماريو. اختي كتبكي والجيران واقفين في البيت، وواحد ولد دربنا كيقرا عليا في القران، والوالده كتقول لي حمدتك ربي وشكرتك رجعتي لي ولدي. فاش استعقلت اول حاجه درتها مشيت كنجري بغيت نهرب، بغاو يشدوني الجيران وانا نزلق تهرست من كتفي بالخلعه، داوني للسبيطار حتى دازت شي 4 ايام عاد رجعت كيف كنت. شويه وعرفت باللي جاني مس خايب بزاف ونقزته بصعوبه، والحمد لله على كل حال.